السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتحدث عن نقاط القوة والضعف للمنتخب الماليزي للناشئين، وكذلك سنتحدث ونشاهد بعض اللقطات من آخر المباريات التي أجراها المنتخب الماليزي. لكن أرجو منك عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك كافة الأخبار الرياضية. يلعب المنتخب اليمني للناشئين أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للناشئين، وذلك من أمام المنتخب الماليزي، والذي استعد جيدا للنهائيات الآسيوية، حيث أجرى العديد من المباريات الودية، والتي كان آخرها مباراتيه أمام منتخب أوزبكستان، والتي خسرها المنتخب الماليزي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، ومباراة أمام المنتخب السعودي وكذلك خسرها المنتخب الماليزي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، حيث ظهر المنتخب الماليزي في هذه المباريات بشكل مقايض لجميع مبارياته الودية السابقة. ويتميز المنتخب الماليزي بالسرعة والبنية الجسدية للاعبيه، وكذلك مهارة لاعبيه وخاصة في خط الهجوم، حيث يمتلك المنتخب الماليزي 4 لاعبين مهاريين، لاعبان في خط الهجوم ولاعبان يلعبان في مراكز الأجنحة. وتكمن نقاط ضعف المنتخب الماليزي في الدفاعات، حيث يمكن اختراق دفاعاتهم بسهولة تامة، كما إن المنتخب اليمني للناشئين يمتلك لاعبين يتميزون بالمهارات الفردية العالية، وهذا يصب في مصلحة المنتخب اليمني للناشئين. والآن دعونا نشاهد بعضا من أهداف المنتخب الماليزي للناشئين.